السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الرؤية للباحث عن وصايا الكنز، وهي من أندر وأعمق ما يرى في عالم الرموز الروحانية، فهي تفتح بابًا من العهد الإلهي والميثاق الرباني، وترتبط بما يخص الوصايا والأمانات، أي أنها تتحدث عن تكليف إلهي بعمل روحي وعلمي قائم على الوفاء بالعقود والعهود. عنوان الرؤية: العقود الثلاثة وميثاق الوصايا. نص الرؤيا بصياغة أدبية. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت في منامي عام 1420 في شهر ذي الحجة أنني أوتيت 3 أوراق بيضاء ناصعة، وعلى رأس كل ورقة منها كلمة واحدة مكتوبة بخط واضح: عقد. وبينما أنظر إليها أتأمل معانيها، سمعت صوت مناد من وراء حجاب يقول بصوت جليل يملئه الوقار: هذه العقود الثلاثة لك، تحتاج أن تعبئها لترفع إلى صاحب الشأن. عندها أدركت أن تلك العقود متعلقة بالوصايا والكنز، وأنها تمثل عهوداً وأمانات روحية، لكل وصية عقد ولكل عهد عمل. فهمت أن الأول هو عقد العمل بالوصايا، والثاني عقد الأمانة والوفاء بها، والثالث عقد الرفع إلى صاحب الشأن، أي إلى الله أو من جعله الله وصياً على هذا العهد. ثم انقطع الصوت، وبقي أثر الكلمة يتردد في سمعي، قصيدة تتدرج نغمتها من الهمس الروحاني إلى الارتقاء بالنور والوصية الإلهية. العقود الثلاثة وأمانة الوصايا. قلب أتيت من الرحم ميثاق قادرا جليلا وفتحا فيك. قد راق قلاثة الصحف البيضاء نازلة كأنها من ضياء النور إشراقا. ناداك من خلف ستر صوت هيبتي، قموام العهد بالأسرار. ميثاق، هذا عقود العمل الموصى ببينها، فحمل أمانتها صدقا وإشفاقا. وذاك عقد الوفا العهد، جمعنا بها المهادي ومنفي الروح قد باقا. وثالث، يرفع الأعمال شاهدة إلى الذي شاء بالأقدار. ميثاق يا حامل السر، كن بالحق من تسبا لصادقين. لأهل الصبر ترياقا، إن العقود إذا أوفيتها سفرت عن كنزب بها الأرواح إشراقا. اقتراح صوتي للإلقاء. أبدأ بنغم هادئة على مقام النهاوند أو البيات، ليأتي مطلع القصيدة بصوت خافت: يا قلب أوتيت من الرحمن ميثاقا. ثم يعلو الصوت تدريجيا عند ناداك من خلف ستر صوت هيبته، ويختتم بخشوع عند البيت الأخير وكأنه نداء سماوي. نرهاش بوست يو كي اكس جي اكس جي فيلمين في ار زي واي ال جي ال بي ال جي اكس جي دبليو جي دي تي اي جي بي ثي.